السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالعني حبيت نصور برا عشان نوري لجماعة بابا معمر ان نعم انا موجود في كندا ونقرا على حسابي على فكرة. ما فيش داعي للتهديدات بتبليغ الحكومة الليبية عشان خاطر يوقفوا عني المصروف. وعلى فكرة نبي نفرحكم بخبر، يعني حتى الطلبة اللي جايين على حساب الدولة الحكومة الكندية تصرف لنا في الفلوس المجمدة، الفلوس اللي سارقها معمر وعياله حاطينهم في كندا وفي دول العالم وتخزن وتو يقروا بيهن الطلبة. فهذا خبر قاهر وقاسم لجماعة معمر القذافي. يعني هذا خبر بس حبيت نقول لكم عليه. الخبر الثاني حبيت أعلق على مقطع السجود لغير الله. طبعا في مقطع انتشر في بداية الجهاد ضد القذافي، الكافر القذافي. في مقطع انتشر انه هو واحد سجد لغير الله. نحن صدقنا طبعا حقنا بعيوننا واحد سجد لغير الله فقلنا سجود لغير الله. بعدين طلع عمو شكير والكمبانيه بتاعه واتصلوا بالشخص نفسه، والشخص انكر قال انا ما كنتش نعلم اني سجد لغير الله، انا سجدت وهم حطوا لي الصوره. فبصراحه انا ندعو كل الليبيين يعني الثوار المجاهدين انهم يتوقفوا عن تكفير الشخص اللي سجد على الصوره لانه سجد بالخطا، ونحن ناخذه بالظاهر، قصدي احتراف الشخص. ونحن ناس الحمد لله مش متعصبين او متخلفه، نحن ناس يعني كما تقول عقولنا متفتحه وانه يعني وهاديين نحكموا بالعقل. يعني السؤال تو يا شكير معلش، يعني الشخص اللي سجد على الصوره احتراف شخصيا قال انا ما سجدتش على الصوره، حطوها لي وانا ساجد. سؤال تو ما اللي حط الصوره؟ الريح، الثوار، ولا جماعه معمر؟ جماعه معمر. هذا اولا. فاعتقد فكرتي واضحه، مش جاي كثره نقاش. الفكره الاخرى معلش يعني معلش سؤال واحد بس، يعني اسمعوا المقطع وبحثوا فيه زين ماشي حتكتشفوا ان الصوره انحطت قبل السجود. هذا الدليل البصري. والدليل السمعي ان في شخص قال لا 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 لا، هذا يدل لنا شخص مازال فيه الخير. يعني قال لا، ايش معناها لا لا لا؟ واحد يسجد لله وواحد يقول لا لا لا، عشان الصوره كانت موجوده، ومش موجوده قبل السجود، موجوده في لحظه السجود، يعني ثواني بس تلقوها، ممكن 3 ثواني بالضبط انا حسبت تقريبا. هذا امر. بس في موضوع اخر حبيت نقول على موضوع القذافي. يعني انا بصراحه نتناقش واجد مع جماعه بابا معمر، فواحد منهم نبدا بالكفر بتاعه. يعني كفره واضح، ومش القرضاوي بس كفره، هيئه كبار علماء السعوديه بالاجماع كفرت القذافي بالاسم. فرجاء ما حدش يقول لي اتق الله في نفسك وما تكفرش، انا حر تمام، انا مرجعيتي هيئه كبار علماء السعوديه، هذا غير مشايخ مصر ومشايخ ليبيا وغيره وغيره وغيره. على العموم ما علينا توا. بس حبيت نوضح حاجه بس. في واحد تكلم معاه فقلت القذافي قال انه انكر شفاعه الرسول عليه الصلاه والسلام، فقال لي لا 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 الشفاعه مختلف عليها، يعني موضوع خلافي، والمعمر مجتهد والمجتهد له اجران. حتى لو مختلف عليها، الاختلاف في الاسلام انك ما تنكرش على الراي الاخر، تقول رايك وتحترم الراي الاخر. فمعمر ما كانش مختلف، معمر اجزم انها خرافه، شفاعه الرسول عليه الصلاه والسلام خرافه. فهذا ما هوش اختلاف اصلا. وبعدين على موضوع الاجتهاد معلش، يعني اللي يجتهد شيخ عالم رجل دين، معمر سياسي، وانت بروحك قلت معمر سياسي. هذا اصلا ما هوش سياسي. يعني هو كان يقرا انظر في ايش يقرا، وبعدها تنطر رئيس دوله تقنعني انه عدى وقرا بعدها وخذ شهادات. يعني قصدي معلش يعني. فرجاء موضوع الاجتهاد فكوني منه. معمر ليس بمجتهد، معمر محرف ومخرب للاسلام، او يحاول يحرف ويخرب الاسلام لكن ما قدرش. وهذا مش مجال تو نتكلم على سبب كفره وليش هو كافر، هذا امر مفروغ منه. بس انا حبيت نقول ان هيئه كبار العلماء السعوديه كفرته، وانا ما نقولش كفرته عشان نسبه ونقول عليه كافر، لا، عشان الخروج على الكافر يختلف عن الخروج على غير الكافر. بس هذا اللي حبيت نقول لكم عليه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.